طبعا تقدر ان انت تاسس شركه وتاخد اقامه، ولكن لازم تبقى عارف ان في طريقتين من تاسيس الشركه. تاخد فيزا السياحه وتيجي تاسس شركه بنفسك هنا حاجه، وان انت تاخد تاشيره فيزا دي 2 وانت مؤسس الشركه عن بعد، او ممكن تاسسها وانت معاك فيزا سياحه مفيش مشكله، وتنزل تاخد التاشيره دي 2 من سفاره البرتغال وبعدين تيجي تعمل اقامه. هتقول لي طب انا لو عايز اجي فيزا السياحه واكسر فيزا السياحه واسس شركه واعمل اقامه، الموضوع هينفع بس هيطول قوي وهتحتاج محامي وهيرفع قضيه، والموضوع ممكن يخش له في سنه او سنه ونص، واخد بالك؟ طب ما تمشي قانوني احسن. افتح الشركه، حتى لو انت عايز تيجي فيزا السياحه تعالى فيزا السياحه، اسس الشركه بتاعتك بس ما تكسرش فيزا السياحه، وبعدين خد معاك اوراق الشركه بتاعتك او شوف مكتب اتعامل معاك تكون انت بتثق فيه، تمام؟ وبعدين هو بيأسس لك الشركه وبعت لك كل الاوراق، بتروح سفاره البرتغال في البلد اللي انت عايش فيها وبتاخد حاجه اسمها فيزا دي. مجرد ان انت بتيجي هنا تاخد اقامه بس.